يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجع لكم بمقطع جديد من الفرن. اليوم عندي عملية انتحارية يا اخوان، بتكلم عن الكبوب. انا عارف اني لازم ابدأ السنة بسلام وسعادة ومدريش، بس اليوم طفشان. قبل ما نبدأ المقطع، اذا انت واحد من الكبكبوبين خذ نفس عميق، امسك نفسك وشيل اي آلة حادة ولا ثقيلة من قدام الشاشة. تذكري انك اذا كسرت الشاشة انت الخسرانة، انت اللي بتدفع فلوسها، انا مالي صلاح. اذا حسيت انك بديت تعصبي اطلب النجدة، ريلاكس. المهم اني ما قد سمعت اغنية كبوب قبل كذا، لاني عارف انه ما بفهم منها اي شيء. انا ما احب اسمع حاجة ما افهمها، يمكن يسبوني وانا ما ادري. انا مالي في الاغاني اصلا، كل اللي اسمعه الشعر وقصايد. المهم خلونا نعرف ايش الكبوب ذا. اول شيء جنبلق. انا ما عرفت الكبوب ذا الا من قريب، واللي اعرفه هو انهم جروبات غنى زي وان دايركشن والحاجات دي. عندهم اسماء معاقب صراحة. في جروب اسمه بتس كذا، اسمهم بتس. وات بتس، الحمد لله، بس ما اعرف ايش اقول. وبرضه في جروب ثاني اسمه ايكسو، يا رب لك الحمد. بس الشيء اللي اعرفه هو انه الجروبات دي عندهم ملايين المعجبات، ويمكن شوية معجبين من العيال، عشرات ولا مئات. الكبكبوبين دول مجانين بصراحة. اذكر اني سويت مقطع ما له علاقة بالشيء ده، ويمكن جبت اسمهم بالغلط ل10 ثواني، وجاتني تهديدات بالاغتيال وما ادري ايش. جوني بنات في السناب يهددوني بالاغتيال والعياذ بالله. والله تغلط على جونجس وان اقتلك يا كلب. نيجا ريلاكس. انا في البدايه ما كنت عارف ايش الجونجس وان والحاجات دي، بس بعدين طلع مغني كبكبوبي. اليوم نبغى نسمع اغاني الكبوب، بس قبل ما نسمع اغانيهم لازم نعرف اسمائهم. خلونا نشوف اسماء اعضاء فرقه بتس. بجق، باي، كاهيو. نيجا ايش البدايه دي؟ سوهو، دومينيكويري، جامبافا. مين سمى امه زي كذا؟ والله اهله فاضيين صح. سيهو. دقيقه، عندهم حبتين سيهو. لا ذا سوهو. اوكي خلاص، تكفي الاسماء دي. بعد ما عرفنا اسماء اعضاء فرقة ايكسو، خلونا نشوف صورهم. صور بتس. نيكا وات از ذس؟ ايش حركات الجاسوسات دي؟ انظروا الى هؤلاء اللحوج. الادمي ذا حاط مكياج ولا انا غلطان؟ ان شاء الله يطلع فازلين. بس انا ماني من النوع اللي احكم على انسان من شكله، بس اللي انا شايفه ما يبشر بخير. انا شايف انه احسن واحد فيهم لين دحين الادمي ذا، على طبيعته. لا هو حاط مكياج ومكانير ومدريش، بس ما ادري ليش احس انه دوبه داخل معاهم ولسه ما جمع فلوس، عشان كذا ما سوى زيهم، عشان كذا لابس طقم من شبرا. ان شاء الله ما يتغير. بس خلونا نشوف صورة ثانية لهم. يا ابني ذول الطلاب في الروضة ولا ايش؟ ليش كلهم لابسين طقم واحد كأنهم طالعين رحلة للشلال؟ انا لين دحين ما لقيت شيء يعجبني في الكبوب ذا. خلونا نسمع اغانيهم عشان نعرف ليش الناس ازعجونا فيهم. ان شاء الله نظرتي تتغير لهم. اي واحد كبكبوبي يتفرج المقطع ذا يكتب لي تحت سبب يخليني ابطل الشعر والقصائد واتفرج الكبوب. اكتبوا لي اسباب تحت، علموني. الادم اذا قاعد يوزع عرقه للناس، قاعد يقول مجي يا ماما، يعني شيل عرقي ودموعي. نيكا خليها معاك، ايش اسوي بامها؟ بعدين اللغه الكوريه سهله للدرجه دي. الادم اذا قال مجي يا ماما طلع معناها دمي، عرقي ودموعي. بس كذا الكلام ذا كله في النهايه مجي يا ماما. This very easy. اوكي انا ما ادور زله في المقطع ذا كويس، بس بالله قد شفتوا انسان يجلس في مرجيحه زي كذا؟ ايش الحركه المعاقه دي؟ قوم يا غبي. انا لو مثلا ابغى اصير كبكبوبي ولا اتفرج المقطع ذا كذا بس عشان انبسط، ايش بستفيد وانا اتفرج فيه وهو قاعد على مرجيحه بالطريقه الغبيه بدون ما تتحرك كمان؟ قوم لا ارمي امك بالميكروفون ذا. يا ابني انت بتقوم ولا كيف؟ مسوي الأم أنا فارس الأحلام النائم. لا تضحك على نفسك. ليش الآدم إذا قطع شرشف السرير وخلاه حزام للرقبة؟ إيش اللي قاعد يصير مع الكبكبوبين ذولا؟ هيا شوف، الخوخ والكريمة أحلى من الحلو. بالله فسروا لي الكلام ذا يا أحبتي في الله، ولا خلونا نشوف إيش بيقول بعدها. أنا دائما أستعجل. خدين من الشوكولاتة وأجنحة من الشوكولاتة. ما هذا الهراء؟ يعني ذي الرومانسية عندهم ولا إيش؟ لين دحين ماني عارف ليش الناس طايحين فيهم. أتفرج ديما بشار ولا أتفرج الحاجات ذي؟
but 너의 날개는 악마의 걸 너의 그 sweet 앞엔 비려 Kiss me 아파도 돼 어서 날 조여줘 더 이상 아플 수도 없게 Baby 취해도 돼 이제 널 عزيزتي لا بأس حتى لو كنت ثملا. الآدمي ذا قاعد يروج للفودكا والميسكي والمسكرات والعياذ بالله. الله لعنة الله. الآدمي ذا ما يعرف انها حرام ولا شيء. عزيزتي لا بأس الا في بأس. كيف ما في بأس؟ بعد المقطع ذا بتصل على الهيئة اوري امكم. ايش حركات الرضع هذه؟ قاعد يمص صباعه ليش؟ نزل يدك يا حمار. مو هذا نفسه اللي كان مسوي فارس الاحلام قبل شويتين وما زبطت معه؟ يعني غير انه قميصك تعبان صح حركاتك بايخه. جيبوا لي رقم ولي امره. شوفوا عشان تعرفوا ليش انا ما اتابع الحاجات دي. عندهم حركات غبية مال امها اي معنى. ليش حاط كرسي في مسبح مدري جاكوزي وقاعد تلعب بالمويه؟ ايش الفايدة من الحركة دي؟ دحين امه عارفة انه شايل الكرسي من الصالة وحاطه في مسبح. اهله ما يعرفوا الخيزران ولا ايش؟ اللي يعرف اهله يوريهم اللقطة دي بالله. اوكي انا انتهيت من الكبوب يا اخوان. اللي يسألني امتى تتفرج الكبوب بعد المقطع ذا ولا لا؟ لا شوفوا الحركات دي بالله. انا ما تنفع معايا الحاجات دي. يعني بالله تبغوني اسحب على الشعر والقصائد وبسواحل عشان اتفرج مجيت يا ماما؟ دحين في الترجمة مكتوب دمي عرقي ودموعي. بس تخيل طلع معناها يا حمار يا كلب. تخيلوا طلعت الاغنية دي كلها سب فينا. انا ما اقدر اضمن. المهم خلوني اغني الاغنية دي بصوتي عشان تعرف انه الحاجات دي بسيطة وانا اقدر اسوي احسن منها. انا متأكد انه الكبكبوبين بعد ما يسمعوا الاغنية دي بصوتي بيسحبوا على الكبوب ويصيروا من القافلة. شغل. नमीचा मम्मा हमारी मशम्मा जा गाचोगा नमीचा बोंजा हमारी मशम्मा जा गाचोगा नमीचा मम्मा. Nigga, this very easy. فين سيد الخواتم؟ عائلة بيتنا كلها مشاكل، وعلى طاري فتح باب هذا الموضوع أنا أعرض نفسي للتبني. شيت يا رجال، عرض نفسه للتبني؟ قاعد دايم يا ابني غبت عنك 8 شهور بس. ايش اللي صار في الشهور دي؟